من حلقات برنامج في الكادر ومراجعة مسلسل ابن النادي لأحمد فهمي. المسلسل بيتكلم عن مدير نادي وابنه اللي مش مسؤول تماما، وبيحاول الأب إنه يعلم ابنه حب الكورة ومسؤولية النادي، وهو مهمل جدا لحد ما بيموت الأب، وبيضطر الابن إنه يتحمل مسؤولية النادي اللي هو مش فاهم أي حاجة فيه. المسلسل بيعتبر نقلة جديدة لأحمد فهمي بعد سفاح الجيزة، وشكل جديد كمحتوى رياضي بيتقدم على الشاشة العربية. احمد عبد الحميد لسه مش اقوى حاجه على مدار الحلقات باستثناء الحلقه الاخيره. كمان ايه سماحه كانت تايهه طول المسلسل، ووجودها مفيد بس لما بيرمي عليها حاتم صلاح افيهات او بيتكلم معاها بطريقه كوميديه. بالنسبه لي تامر صلاح في اول حلقتين ما كانش اقوى حاجه، او في المشهد اللي هو كانوا بيختاروا فيه المدرب احمد فهمي وصديقه احمد عبد الحميد ما كانش افضل شيء. لكن بدايه من الحلقه الثالثه لاخر المسلسل حاتم صلاح مع حسن زازا او كابوزيا، الاثنين كانوا عاملين دويتو جامد جدا على مستوى الحلقات او المشاهد تحديدا اللي كانوا بيتكلموا فيها مع بعض، وفيها فكره السجع او الوزن والقافيه والتسنيك في الكلام ما بينهم هما الاثنين، كانهم واحد بيعزف على آلة موسيقية واحدة. المشهد بتاع القهوة اللي اتدخل فيه كابوزيا عشان يحل مشكلة لحاتم صلاح او الأعرج كان من المشاهد القوية وترند جدا الفترة اللي فاتت. بعد متابعة كل حلقات المسلسل نقدر نقول ان الحصان الاسود او الحصانين الاسود في المسلسل هم حسن زازا وحاتم صلاح، يمكن اكتر من احمد فهمي واحمد عبد الحميد ومحمد توب. احمد فهمي اداؤه كان جيد لحد نص المسلسل، بعد كده باقي المسلسل كان بتاع الموجودين كلهم ما عدا هو، لان جرعه الكوميديا اللي قدموها كانت اكتر بكتير من اللي كان قادر احمد فهمي يقدمه على مدار حلقات المسلسل. من النقط اللي اتمنيت ان هي تكون موجوده في المسلسل ان سيد رجب بيكمل على مدار الحلقات حتى لو بشكل غير مباشر، او حتى هم ينقلوا له الاخبار وهو يتصرف بشكل كوميدي او يوجههم بمواقف فيها كوميديا كتير. كمان من الحاجات الواضحه في المسلسل انه قريب شويه من فيلم المطاريد لاياد نصار واحمد حاتم، لكن مع اختلاف الموضوع وحقيقي في كميه كوميديا كبيره موجوده في المسلسل اكتر بكتير من اللي كانت موجوده في الفيلم. وغالبا العشر حلقات هيكونوا بدايه امتداد لاجزاء تانية من المسلسل، وده شيء متوقع على كميه الكوميديا اللي كانت موجوده على مدار الحلقات. واتوقع كمان ان هيكون في مساحه اكبر لحسن زازا وحاتم صلاح، والقافيه والكلام الغريب اللي بيكون بينهم هيكون اكبر بكتير في المواسم اللي جايه. تقييم المسلسل 6 من 10، استنونا حلقات جايه من برنامج في الكادر.